السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض المعمولة. معايا هنا اول حاجة هقول لكم عليها الخميرة، عشان هي اهم حاجة في الوصفة معانا النهاردة، والوصفة نجاح الوصفة معتمد عليها. ربع كوباية مية، كوباية الشاي ربع كوباية من المية دافية، زي يعني زي العين، يعني زي مية العين كده. لازم تكون دافية، يا دوب تكون دافية عشان الخميرة ما تموتش معايا. ومعلقة كبيرة من السكر واتنين باكو خميرة فورية. هتحطيها لعند لما تتفاعل مع بعضها زي ما انت شفتيها في اول الفيديو، تعمل الفوم اللي انتوا شايفينه. معايا بقى هنا باقي المكونات: كيلو ونص من الدقيق، عليه كوباية من السمنة، سمنة روابي مسيحاها وبرضو بدرجة حرارة الغرفة بعد ما ساحت، يعني سبتها لما تبرد، ونزلت بالسمنة على الدقيق. وببتدي بقى كده ابس الدقيق بالسمنة علشان الدقيق يتغلف كويس بالسمنة. معايا بقى تاني بيكنج باودر، احط نص الكيس، والنص التاني هحتاجه في نص الفيديو، هقول لكم هنعمل بيه ايه. اهم حاجة تمشوا بس معايا بالخطوات، انا لا هسرع الفيديو ولا هقص من الفيديو، علشان كل حاجة تشوفوها معايا ونمشي مع بعض خطوة بخطوة، وان شاء الله لو اول مرة تعمليها هتكون جميلة معاكي ومش هتبطلي تعمليها تاني. انا كده بقى هبدأ انزل بالخميرة. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، الفوم بتاع الخميرة قد ايه. اهم خطوة في العجينة لازم تسيبي الخميرة تتفاعل، علشان سببين: السبب الاول انك تختبري الخميرة، السبب التاني ان هي اما تتفاعل قبل العجن بالتالي هيكون تفاعل العجينة في التخمير هيبقى اقوى واسرع، وبالذات احنا في الشتاء. يعني ما شاء الله هتشوفوا طريقة التخمير معايا في الفيديو، خدت ربع ساعة بس يا بنات في التخمير. امشي بس معايا خطوة بخطوة وان شاء الله هتطلع معاكي احسن من المحلات. انا نزلت بقى بنص باكل بيكنج باودر، والنص التاني شلته على جنبه، وهبدأ بقى اعجن. بالنسبة لمقدار المية مفيش مقدار معين، لان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. انا هنا الدقيق العجن خد معايا 4 كوبايات من كوباية الشاي، كوباية مية فترة زي العين، زي مية العين، نفس درجة حرارة المية بتاعت الخميرة. بصوا اللهم بارك اللهم بارك، التخمير معايا عالي قد ايه. انا حطيته لازم مكان يكون ضلمة ومكان دافي، يعني انا حطيتها في اوضة النوم وغطيتها بالدفاية، الدفاية اللي هي بتاعت السرير دي. والأوضة والنور كان مطفي. يعني لازم الخطوات دي مهمة، هي خطوات يعني تركات صغيرة بس بتفرق جدا. بصوا ما شاء الله، ايه رأيكم بقى في الحركة دي؟ مش اي حد يعملها بقى. كده معايا هنا مرحلتين من تخمير العجينة. دي المرحلة الاولى، يعني انا هخمرها على مرتين. بصوا انا طريقة يعني نجاح الخميرة معايا تعرفيها، لها علامة. اما تيجي تشدي تلاقي العجينة بتاعتك لها عرق، مش تتقطع معاكي، يعني ما تتقطعش بسهولة، تلاقيها بتمط معاكي كده، تمط معاكي كده زي الجبنة الموتزاريلا كده لما تمط في ايدك. انا هوريكي دلوقتي انا هعجنها الاول. انا عجنتها الاول كويس، انا كان في فيديو بس اتمسح مني ساعة المونتاج وانا بمنتج، لان انا بصور الفيديوهات زي كده وباجي امنتج في الاخر فاتمسح مني، معلش. في حاجة عندنا احنا بنقولها عندنا بتلتي العجينة دي قبل التخمير، لتتها كويس اوي، خدمتها في العجن وسبتها تخمر، وادي بعد التخمير بحطها على الكاونتر عندي زي ما انت شايفة، الكاونتر كده نضيف ومسحاه بمسحة رشة خل مركز وفوطة نضيفة، وببدأ امسحه كويس واعجن عليه زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ بقى كده اعجن في العجينة لحد لما تنعم. هي مش هتدي عرق معايا دلوقتي، هي هتدي عرق بعد المرحلة التانية من التخمير، علشان نكون واضحين مع بعض كده. حتى هاجي اشدها معاكم هتلاقيها بتقطع، مش هتدي عرق دلوقتي خالص.
ابدأ بقى اعمل كده زي ما انتوا شايفين كده. هعمل فيها اعديها عجنتين 3 كده على الكاونتر، وبعد كده هحطها تخمر تاني. يعني خليكي يعني مركزة معايا كده، لازم هتخمر تاني. لازم بصوا، هي الطريقة دي انا بعملها في اي طريقة، يعني اي حاجة تخص المعجنات لازم التخمير على مرحلتين، ولازم الخميرة حتى لو خميرة فورية بعمل لها اخليها تتفاعل الاول زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، لان تفاعل الخميرة في الاول قبل ما تتحط على الدقيق او على العجينة بيساعد في التخمير، يعني تتخمر كويس العجينة وتبقى هشة معاكي وقطنية جدا زي الفينو كده، او زي الكرواسون، او اي معجنات بتشتريها من عند الفرن بتاع المعجنات. شفتوا الحركة دي؟ احنا بنقول عليها بنلت العجينة. انت بقى كده بعزم قوتك كده حطي العجينة قدامك، وتخيلي بقى يا حبيبتي ان العجينة دي حد في حياتك مضايقك، وطلعي بقى كل الطاقة السلبية اللي جواكي فيها. بجد هتستفيدي، يعني ضربت عصفورين بحجر، طلعت الطاقة السلبية اللي جواكي وخدمت العجين عجن. شوفي انا برضو والله انا بقول حكم برضو، والله فعلا. يعني تخيلي حد مضايقك في حياتك كده، متضايقه منه في حياتك، وتخيلي العجينه اللي قدامك، وطلعي بقى كل الطاقه السلبيه اللي جواكي. في نفس الوقت مش هتتعبي في العجن برضو يعني. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصتها. بصوا انا كده بوريكم العجينه طريه. بصوا بقى الشده، العجينه بتقطع معايا، مش فيها عرق، ما ادتنيش العرق اللي انا عايزاه، ما بتمطش. فانا بقى هسيبها هكورها كده، هكورها بالراحه. وهبدأ احطها تخمر تاني في المرحله التانية من التخمير. فجأة متأسفة قوي، معلش الصوت عالي مني فجأة. بس كده زي ما انتوا شايفين، يعني انا هبدأ احطها بقى من في المرحلة التانية من التخمير. هبدأ بقى ان انا اكورها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، واجيب الطبق نفس الطبق هو واحطه بنفس رول الاسترتش اللي انا كنت لفاه في الاول، هحطه برضو عليها برضو. يعني انا بلت برضو، مش عارفة مش راضية اسيبها في حالها ليه. العجينة تعبت معايا والله، العجينة دي النهاردة يا جماعة من كتر اللت اللي لتته فيها. اهم حاجة بس العجن كويس علشان تبقى حلوة معاكي، حتى ما تيجي تستوي تبقى هشة وجميلة كده، قطنية كده وحلوة، حتى لما تيجي تسقيها بالشربات ما تعجنش معانا. انا لما معلش الفيديو هيطول شوية، بس علشان الخطوات تمشوا معايا في الخطوات واحدة واحدة، ما تنسوش حاجة، وان شاء الله لما تعملوها تطلع حلوة معاكم زي ما طلعت معايا بالظبط. انا كده احطها بقى في نفس الطبق واغطيها بنفس رول الاسترتش، وهبدأ بقى نعمل في الخطوة التانية، يعني نخش في باقي الوصفة ان شاء الله. نفس المكان اللي انا كنت حاطه فيه في الاول هحط فيه مكان ضلمة ودافي، يعني لازم يكون المكان ضلمة ودافي. معايا بقى هنا للحشو كيسين من البسبوسة. انتي بقى عايزة بسبوسة سايبة من عند العطار جاهزة اللي تحبيه، بس دي اوريدي فيها سكر، انا مش هضيف سكر كتير، يعني هي فيها المكونات اللي المفروض تضيفي عليها. لو سايبة هتحطي لكل كيس كوباية الا ربع من السكر، لكل كيلو كوباية الا ربع من السكر. طبعا الكيس دوت مش كيلو، هما الكيسين كيلو، يعني الكيس نص كيلو، فالكل كيلو كوباية الا ربع من كوباية لكوباية الا ربع، حسب انتي يعني بتفضليها مسكرة قوي ولا مظبوطة. انا كده ضفت كوباية، يعني ربع كوباية من السكر، عليها معلقتين قرفة، ونزلت بيهم على الكيسين البسبوسة معايا او دقيق السمنيدة، وهبدأ اقلبهم كويس قوي علشان امزجهم مع بعض، عشان ما يكونش شايفين في يعني قرفة كده
لو كنتوا شفتوها يعني عاملة كور صغيرة كده، لازم تتقلب كويس عشان تكون اتمزجت مع بعضها. في ناس ما بتحبش القرفة، لو مش حابة القرفة بديليها بمعلقة كاكاو، هيديكي نفس النتيجة، بس الطعم هيبقى مختلف شوية للناس اللي ما بتحبش القرفة. بالنسبة للمية 3 معالق بالظبط مية، مش تكتري ولا تزودي. انا اكتفيت بالمية، يعني لا هتضيفي لا سمنة ولا زبادي ولا زيت، هي مية بس. ليه بقى؟ انا عايزاها بقى كده مندية، عاملة زي الرملة المبلولة اللي بتبقى على الشط دي، علشان لما نيجي نحشي بيها العجينة وتدخل الفرن ونسقيها بالشربات او السيرب ما تعجنش معايا وتكون نية. لو كترتي المية او حطيتي اي حاجة غير المية هتعجن معايا وهتبقى نية، يعني تيجي تسقيها بما تيجي تاكليها في الاخر هتكون معجنة من جوه. لا انا مش عايزاها كده، انا عايزاها مفرولة، الحشوة بنفسها تكون من جوه مفرولة، يعني حتى بعد ما تستوي العجينة تستوي والبسبوسة دي كمان هتستوي في جوه العجينة، وهتبقى يدوب ماسكة نفسها مش معجنة. ما شاء الله، دي المرحلة التانية من التخمير. بصوا عشان احنا خدمنا الخميرة في الاول والعجينة في العجن، ما شاء الله بتخمر معايا بسرعة، وادي اختمرت. بصوا المطة بتاعت العجينة عملت عرق، وفي نفس الوقت بتمط معايا وسلسة في ايدي، اقدر اشكلها زي ما انا حابة، يعني بتمط معايا اللهم بارك زي الجبنة الموتزاريلا بالظبط. ده اللي انا كنت بقول فيه بقى، اهم حاجة العجن وطريقة التخمير. لو مشيتي على نفس الوصفة اللي انا قلتها لك او على الخطوات اللي انا قلتها لك، ان شاء الله باذن الله محدش هيعرف يعملها زيك، او مش هتبطلي ان انت تعمليها في البيت. اللهم بارك على العجينة معانا عاملة ازاي، زي ما انت شايفة انا كل شوية هشدلك فيها عشان اوريك المطة، وازاي العجينة ناعمة ناعمة بطريقة رهيبة، يعني ناعمة جدا. هبدأ اضيفها على الكاونتر كده علشان ابدأ بقى ان انا اقسمها، وان شاء الله بقى ندخل بقى يعني على اصعب مرحلة، وان شاء الله معايا هتكون سهلة جدا. اصعب مرحلة في الوصفة ان انتي تقسميها لرقين، رق اول ورق تاني في الصينية، ويكون قد الصينية بالظبط. وما تيجي تحطي الرق الاول والتاني ان شاء الله هتكون مظبوطة معايا. هو الصراحة انا هعملها دلوقتي، هقسمها لنصين وابدأ افرد معاكم، بس بظبطها كده الاول عشان النصين يعني القطعتين يكونوا نفس يعني نفس بعض في المقاس. هبدأ بقى انا اجيب سكينة. ايه ده، انا رحت فين؟ انا رحت اجيب السكينة على فكرة علشان اقطعها بقى كده. اقطعها كده نصين علشان بقى نبدأ نفرد الاتنين الاول مع بعض، عشان نفردهم هما الاتنين قد بعض، عشان وقت ما نيجي نحط في الصينية ما تكونش واحدة كبيرة واحدة صغيرة، يبقى الاتنين مظبوطين نفس المقاس، نفس المقاس ونفس الحجم ونفس سمك العجينة. اللهم بارك على العجينة. انا كل شوية بوريكي علشان تعرفي ملمس العجينة، يعني علشان تكوني عارفة ملمس العجينة ازاي. وما تيجي تعجني ما تستخدميش جلافز خالص في ايدك، لان لازم تحس بملمس العجينة نفسه، ويكون يعني درجة حرارة ايدك يعني بتسهل اكتر في العجن غير ما تكوني لابسة جلافز. فانا صراحة ما بلبسش جلافز خالص وانا بعمل اي معجنات. هبدأ اجيب النشابة عشان افرد بيها. شوف ما شاء الله العجينة ما بتلمش معايا، يعني بفرد كده ما بترجعش تاني، علشان ارتاحت كويس واختمرت وفي نفس الوقت معجونة برضو كويس زي ما انت شايفة كده. هتفردي على اهم حاجة بس يكون حاجة واسعة، يعني زي على الرخامة الكاونتر كده على صينية كبيرة، علشان تاخدي راحتك كده وانت بتفردي.
عشان انا هفردها وهاخد مقاس الصينية على العجينة بالظبط علشان تبقى مظبوطة معايا، لا تكون حتة كبيرة ولا حتة صغيرة، لا تبقى مظبوطة على مقاس الصينية بالظبط. وهيفضل من العجينة كمان، يعني انا هعمل صينية كبيرة وصينية صغيرة. هعمل انا بطلع الاول الصينية الكبيرة، واللي بيفضل في الاخر هعمله في صينية صغيرة. ولو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو، لو اول مرة تشوفي قناتي، شرفيني باشتراكك عشان عيلتي تكبر بيكي. ما تنسينيش في لايك كومنت جميل كده زيك لو الوصفة عجبتك، ولو جربت الوصفة ونجحت معاك وعجبتك ادعيلي دعوة حلوة، ان شاء الله هتعجبكم. انا كده بقى خلاص، يعني ايه، قربت اخلص الجزء الاول. تاني انا مش راضية افصل الفيديو انا، او ان انا اعمل اسرع الفيديو علشان تمشي معايا خطوة بخطوة، علشان اللي اول مرة يعملها. وانا بفرد كده واحدة واحدة بالنشابة، بخليها سمك سنتي، ما تزوديش عن سنتي علشان لسه هتعلى في الفرن، يعني لسه هتخمر وهتعلى في الفرن ما شاء الله. انا يعني هتشوفوها في اخر الفيديو، كانت اخده الصينيه، اخده سمك الصينيه كلها، اللهم بارك. كانت القطعه كبيره، يعني هتشوفوها في اخر الفيديو. الصينيه كلها كانت يعني سمك الصينيه كلها، مع اني عامله كل راق سمك، كل راق سنتي واحد السمك بتاع العجينة، وما شاء الله اختمرت معايا وزادت الضعفين في الفرن. فانتي ما تزوديش عن سنتي. حباها تبقى ارق من ما انا عاملاها، في اخر الفيديو هتشوفيها حابة تكون ارق. يعني رفعي بقى السمك، خليها نص سنتي. يعني ما افردي اكتر لو حباها ارفع، بس انا الصراحة بحبها تخينة كده، تكون القطعة كبيرة كده. كده انا بقى هجيب الصينية اللي انا هعمل فيها وهحطها على عجينة علشان اقيس المقاس بالظبط، علشان ما تبقاش حتة كبيرة حتة صغيرة. الصينية طبعا مغسولة وتمام التمام، فانا بحط كده وبقيس علشان ايه اقطع الصينية بالظبط. انا كده بقى قطعت العجينة والزوايد شلتها في نفس الطبق اللي كان فيه العجينة علشان هعمل بيه الصينية التانية. نقلت انا بقى الرق الاول هناك، وحطيت بقى بقيت العجينة دي قدامي. انا حسيت ان هي هتبقى كبيرة اوريدي، انا شلت من التانية، فقلت علشان ما شيلش كتير شلت حتة من الاول. انا برضو هشيل من دي بس مش هتبقى زي اللي شلته من التانية، فانا قلت عشان ايه اخف على ايدي وكده واخلص بسرعة. هبدأ ان انا اعمل الرق التاني، نفس الخطوات اللي انا عملتها في الرق الاول هعمله في الرق التاني. هفرد ما شاء الله بتتفرد معايا. على فكرة انا ما استخدمتش دقيق ولا زيت ولا سمنة في الفرد، يعني زي ما انت شايفة على الكاونتر، بس ما استخدمتش اي حاجة خالص للفرد. وانت شايفة والفيديو قدامك اهو ما لزقتش خالص معايا، يعني انا بشيل وبعمل فيها ما لزقتش، مع اني مش مستخدمة اي حاجة خالص، لا زيت ولا دقيق ولا اي حاجة. انا سبتها كده، انا ما استخدمتش الا معلقة سمنة في الاخر خالص بعد ما خلصت فرد وظبطت الرقين. حطيت كده قيمة مقدار معلقة سمنة، ودهنت وش العجينة، ودهنت النشابة. جبت نشابة اكبر من دي علشان الف العجينة عليها رول علشان احطها في الصينية، عشان لو شلتها بايدي العجينة هتوسع معايا. دي خطوة مهمة لازم تاخدي بالك منها، لو شلتها بايدي العجينة هتكبر معايا ومش هتبقى نفس المقاس بتاع الصينية اللي احنا كنا قايسينه، وهتتبهدل مننا. فعشان تظبطيها عندك نشابة كده يكون نفس مقاس العجينة او اكبر عادي، مسحة زيت بسيطة او مسحة سمنة
على العجينة من فوق، والنشابة نفس النظام، وتلفيها رول، وتبدأي بقى تحطيها على وش الصينية وتفكها بالراحة. يعني منتهى السهولة، مفيش اسهل من كده. ان شاء الله هتشوفيها معايا في الرق الاول. لكن الرق التاني الفيديو الصراحة يعني وانا بمنتج الفيديو الحتة دي ضاعت مني في الرق التاني، بس انا عملت الرق الاول. يعني انا على الرق الاول بس اتعمل. هتشوفي طريقة فردها في الصينية بالنشابة نفس اللي انا عملتها في الرق الاول عملتها في الرق التاني. زي ما انت شايفة كده، ادي الرق التاني. باخد المقاسات بتاعة الصينية على العجينة. ادي كده خلصتها، وابدأ زي ما انا قلتلك بقى. حطيت هلف النشابة الاول. هحط سمنة. انا بستخدم سمنة رو، بيبقى افضلها جدا في اي معجنات او اي حاجة. انا بقى حطيت من الكيس كده على طول عادي، يعني مفيش بينا اي رسميات. بايدي برضو هبدأ ان انا ادعك وش العجينة، واللي هيفضل هيكون ايدي برضو فيها سمنة تاني. هقوم مسحة بيها النشابة عشان برضو العجينة ما تلزقش. زي ما انت شايفة كده هلفها رول بالراحة خالص، ما تتكش عليها. تخلي بالك تعاملي معاها بحرص شديد علشان ما تلزقش منك، او تلزق في بعضها، او تلزق في النشابة. فبالراحة خالص عليها. وهجيب بقى الصينية، والصينية تكون مدهونة سمنة معايا. تنزلي بقى بالراحة كده، وهتبدأي بقى هبدأ اساوي بايدي بقى كده الفراغات اللي في الصينية دي زي ما انت شايفة كده. وحطيت بقى كده وحشيت الحشوة، بس الحشوة ما تجيش على الاطراف او الطرف بتاعه العجينه علشان ما تطلعش منها. وحطيت الراق التاني وعملت الحروف زي ما انت شايفه من حرف الصينيه كده بايدي. اتكيت عليها جامد، لزقت الطرفين في بعض عشان الحشوه ما تطلعش. وقطعتها الاول، لازم تتقطع الاول. وقبل ما رشيت السمسم بخه من الميه علشان السمسم ما يطلعش معايا. لازم تبخ بخة مية بالبخاخة علشان السمسم ما يطلعش. انا هدخلها في الفرن على درجة حرارة 180. ادي بعد ما طلعت اللهم بارك بسم الله ما شاء الله، جميلة قوي. ريحتها كانت مفحفحة، كانت جايبة اخر الشارع. بصي انا مفيش كلام اقوله والله بجد. هطلع لك قطعة دلوقتي لا لازقة ولا معجنة ولا فيها اي حاجة، وهشة وجميلة. بصي عامله زي القطن بالظبط من جوه كده. على فكره هي لسه سخنه مولعه، مش عارفه امسكها كمان. جميله قوي بجد. الوصفه دي رهيبه. اتمنى ان انت تجربيها وتعجبك. ما شاء الله جميله. بصوا السمك بتاعها بقى قد ايه. احنا كنا عاملينه 1 سنتي. ما شاء الله خد ارتفاع الصينيه كلها. اللهم بارك. ادي الصينيه التانية ما شاء الله. والله العظيم ولادي يعني ما صبروش ان هي تبرد. انا ما اصلا مش عارفه امسك الصينيه، يعني انا ماسكه الصينيه دي دلوقتي وهي سخنه، عشان كده حطيتها على طول. ما عرفتش ان انا دني ماسكاها. بصوا بقى الحشوه جوه عامله ازاي، لا معجنه ولا فيها اي حاجه. انا سقيتها الشربات يكون خفيف. لا انا ما صورتش معاكم الشربات عشان الفيديو مش يطول عليكم. الشربات يكون بارد، تطلع من الفرن سخنة تنزلي عليها بالشربات بارد. خلي بالك من الخطوات دي. بصوا دي اتلسعت مني سيكة في الفرن علشان كانت جاية على الجنب، بس مش مشكلة ما اثرتش، طعمها جميل جدا. اتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها. ولو اول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا فيها عشان عيلتي تكبر بيكم. تنسونيش في اللايك وكومنت. انا دنيا هشام من قناة لقمة هنية على اليوتيوب.